وكالعاده فريق الرجاء يحسم الصفقه ديال ايوب مولوعه اللي كان كلشي كان كيتسناها، كلشي كان كيقول اليوم غدا اليوم غدا. داخل عليه فريق الجيش، داخل عليه فريق اوروبي، فريق الرجاء كينجح. والطريقه اللي داروا فريق الرجاء طريقه ذكيه. الرجاء كانت انها خصها تكسر العقد، الشرط الجزائي اللي هي 400 مليون وغتشريه. الرجاء بغاو يدخلوا من الباب الكبير حيت عندهم علاقات قويه مع الفتح الرباطي، ما بغاوش يخسروها، مشاو عند الفتح الرباطي وتفاوضوا معهم انهم غيشروا اللعاب. يعني هذه طريقه احترافيه تحتسب للسي جواد الزيات، اللهم بارك. وعلى هذا اللاعب هذا دار مستوى كبير هذا العام مع الفتح الرباطي اللي يخول لي انه يلعب في الرجاء، وكنقولوا عليه ان هذا موهوب الثاني ان شاء الله. هذه الصفقه كتفكرني في مهدي موهوب اللي جناب 300 مليون وتباع بمليار و700. هذا اللاعب ان شاء الله جناب 350 مليون وان شاء الله يتباع بكثر وما غنبيعوش في العام الاول. مازال ان شاء الله حيت عندنا مشروع طويل الامد. اللاعب غيسيني 3 سنين برا. وعلى ذكر هاد ايوب مولوعه غنجبد لكم امجد مباراه لعبها اللي هي ضد النادي المكناسي اللي سالات ب5-1. سجل 2 بيوتا، وفاش بانت ليه مكناس ما كتماركيش مشى ماركا على راسو وعاود ماركا البيط الرابع. اذا ماركا سوبر هاتريك، ولكن تحسب لي غير هاتريك حيت ماركا على راسو ما كيتحسبش. المهم لعاب غينفعنا لاصق، حايد ناس خدامين.